لو احنا هنزود الفرحة والبهجة على قلوب الناس هنا في الشارع ممكن نعمل ايه؟ الناس غالبة اي حاجة بترضيها. الناس غالبة اي حاجة. عمرك سألت نفسك ليه ناس معاها كل حاجة ومش مبسوطة؟ وليه ناس تانية معاها أقل بكتير لكن وشها مرتاح ومبسوطة؟ يمكن السر مش في اللي معاك، السر في الرضا. وفي زمن بقى كله مقارنات، الرضا بقى أصعب حاجة ممكن تتقبلها. الرضا مش معناه إن أنت توقف أحلامك أو معناه إن أنت تستسلم للواقع. الرضا معناه إن أنت تبص في اللي في إيدك وترضى بيه وتقول الحمد لله. شوف نعم ربنا اللي أنعمها عليك قبل ما تبص للي ناقصك. احنا بقينا في وقت صعب جدا. لو ركزت مع الناس اللي مسافرة والناس اللي بتشتري وناس شكل حياتها كامل، طبيعي جدا هتحس إن ناقصك حاجات كتيرة جدا. بس الحقيقة انت عمرك ما هتخلص مقارنة، هتفضل مركز، وكل ما توصل لحاجة هتحس ان انت قليل بالنسبة لغيرك. الرضا مش معناه ان حياتك تبقى مثالية، الرضا انك تعرف تعيش وسط النواقص اللي عندك من غير ما تنسى اللي موجود. في ناس كتير على فكرة عندها فلوس ومش مرتاحة، وفي ناس تانية عندها صحة ومش شايفة قيمتها، في ناس نفسها في حاجات هي عندك كده كده عادي كل يوم. للأسف احنا بنتعود على النعمة لدرجة ان احنا بننسى ان هي نعمة. الرضا مش بيقولك ما تتعبش، بالعكس اتعب واحلم واشتغل واسعى، بس وانت بتسعى ما تكرهش حياتك، لان اصعب احساس انك تعيش طول الوقت مستني تبقى مبسوط لما توصل. طب والنهارده بقى في ضغط اكتر ومقارنات اكتر وتوقعات اكتر، فبقى الرضا محتاج مجهود كبير جدا مننا. انا محتاجك تركز ان مش كل اللي بتشوفه على الانستجرام ده حقيقي، ومش طبيعي على فكرة ان جوزك هيجيب لك في عيد ميلادك عربية ولا خاتم سلوتير ولا شقة، ومش طبيعي برضه خالص انه يلففك العالم كله. احمدي ربنا على اللي معاكي وما تستنيش عريس من عرسان الانستجرام. محتاج كل شويه نفتكر ان مش كل اللي ظاهر حقيقي، ومش كل حد بتشوفه بيضحك ان هو مرتاح. الرضا مش انك تقول انا عندي كل حاجه، الرضا انك تقول عندي حاجات كتير تستاهل الحمد، حتى لو لسه ناقصني حاجات الحمد لله انا احسن من غيري. في فرق كبير بين ان واحد بيحمد وهو معاه كل حاجه، وواحد تاني بيحمد وهو ناقصه كتير بس مقتنع باللي ربنا كاتبهوله. بجد يا جماعة لازم نقول الحمد لله. اسعى واتعب واحلم، بس ما تنساش تعيش، لأن الرضا مش إن الدنيا تبقى كاملة، إنه يشوف النعمة وسط الزحمة. وأكبر راحة لينا إنك تبقى راضي حتى لو مش معاك أي حاجة.